عليكم، ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. والله وانا واقف كده في شقه في البلكونه لاحظت حاجه مهمه وخطيره جدا. قلت لازم اشاركها مع حضراتكم نشوف، بما اننا بنشارك مع بعض كل المعلومات. اللي بالنسبه لصرف التكييف، صرف التكييف يا جماعه ساعات لما يكون باك تو باك بشوف في ناس صناعيه بتعمل الماسوره حرف ال من بره، ف ده كويس ولا اسس من جوه؟ هما الاثنين تمام، مفيش مشكله فيهم، وزي ما بنقول مدارس، يعني دي من الحاجات اللي بقول لكم عليها مدارس. بس انا بفضل الماسوره تبقى جوه الشقه لسبب: طول ما الماسوره بره يا جماعه عرضه، لو العماره المنور بتاعها الحيطه جرشه طوب، ممكن سهل جدا قوارض فران بتاع تطلع، ممكن لا قدر الله لا قدر الله تاكل الماسوره، لان انت الماسوره طالعه بتبقى طالعه واقفه، وانت بعد كده بتطلع اللي باك تو باك وبتنزل اللي في الماسوره. ممكن عرضه لو المكان بعيد وانا مش عارف اقفله، ممكن الصنايعي ما يعرفش يقفله كويس، دي برضو مشكله تانية. فحاجه تقع من فوق تنزل في الماسوره تعمل سدد، عملت مشكله. اللي لفت نظري وخلينا اتكلم مع حضراتكم صوره ومنظر هوريه لكم دلوقتي. بصوا كده، انا قدامي مبنى، مش عارف هي هتبقى ظاهر في الصوره ولا عشان الاضاءه مش باين قوي. المبنى يا جماعه لو هنبص كده، بصوا في الحته دي في مواسير اهي، دي المواسير العمومي اللي هم عاملينها للمبنى كله من فوق لتحت بتاعت التكييف. فهم اضطروا يعملوا الموضوع ده لسبب واحد، ان الموضوع تم بعد، او تاسيس التكييف تم بعد ما المبنى اتشطب، وده تقريبا ده التفسير الوحيد اللي حصل. فكانت المشكله او الازمه ان الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين، بصوا حاطين مجرد ماسوره، والماسوره طالع لي من الحيطه ومش راكب في الماسوره، فاللي رامي في الشارع. فده ادى لان المبنى كله من فوق، الجزء اللي فوق ده كله، الحته دي كلها اللي حضراتكم شايفينها دي بوهيه مقشره، وداخله طبعا على التاسيس بتاع الجزء الديكور الخرسانه اللي معمول طبعا حديد تسليح كده شكرا، وفي بعد كده والعياذ بالله على المدى البعيد تبقى فيه. فحبيت انوه لحضراتكم من موضوع التاسيس. ممكن تعمل زي ما الصناعيه بتعمل، تمشي في الارض وتطلع، او تبقى باك تو باك من جوه الشقه. بس انا بفضل ايه؟ انا بفضل جوه للاسباب اللي انا قلتها لحضرتك. ربنا يوفقنا ويوفقكم. فيديو جديد، فيديوهات نزل شطب شقتك. السلام عليكم.